جودة النوم ومدته بتأثر على كل حاجة: الفوقان، التركيز، المود، الجوع والشبع، بناء العضلات، القدرة الجنسية حتى. مجرد انك تبقى قادر تفانكشن بشكل سليم جسديا ونفسيا، كل ده معتمد على انك تنام كويس. وكويس دي كلمة مهمة قوي لان ناس كتير مش فاهمة يعني ايه تنام كويس. فاكرة ان مجرد ان انت بتنام عامة او بتنام في عدد 6-7 ساعات في اليوم يبقى كده انت بتنام كويس. النوم الكويس مش بس مرتبط بمدة او عدد ساعات النوم، لكن كمان مرتبط بحاجات تانية ليها علاقة بكواليتي النوم وجودته، او اللي بنسميها عمق النوم. ودي ليها علاقة بدرجات النوم اللي انت بتخش فيها، وبتنام بشكل منتظم كل يوم ولا ايام وايام بس. ودي كلها حاجات هنتكلم ازاي نحسنها. النوم بالمناسبة مرتبط كمان بالصحيان، لان اللي بنعمله واحنا صاحيين ليه تأثير كبير على امتى هننام، قد ايه هنقع في النوم بسرعة، وهل هتفضل نايم ولا هتصحى في نص الليل، وهل هتصحى فايق تاني يوم ولا لا. فالنهاردة هنتكلم عن ازاي تنام احسن، من اول تحسين قدرتنا على ضبط مواعيد النوم وعلى الصحيان فايقين، ولغاية ازاي نحسن كواليتي وعمق النوم بتاعنا نفسه عشان ناخد منه كفايتنا ونصحى فايقين ونشيطين ومركزين. فاستنوا الحلقة.